يسعدني أن يكون معي سيادة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر في هذا الحفل الجميل. في البداية أهلا بيك سيادة اللواء. أهلا بيك وكل سنة وانتم طيبين. الحقيقة يمكن كلمة حضرتك أسلجت صدورنا في هذا الحفل الجميل، فعايز أعرف من حضرتك يعني هل هذه البطولة هتساهم بشكل كبير في السياحة الرياضية في هذا التوقيت؟ مش عايزة كلام، ما هو خلي بالك لما بيبقى في بطولات عندنا أو معارض أو أي شيء وفي حضور للدول الأجنبية والدول العربية معانا، ثق تماما ده محور رئيسي من محاور تنشيط السياحة. احنا حتى الفرق الفنية، امبارح أنا كنت يعني في حفل الختام لمهرجان الفن التشكيلي وكان فيه حوالي 16 دولة عربية وأجنبية. ثق تماما دول لما بيرجعوا دولهم والقنوات التلفزيونية اللي هي بتصور هذا الحدث فبتدي صورة طبيعية على اللي احنا فيه، ما يبقاش بقى البار نيوز اللي طالعة ويجيب أي أحداث في مصر على إن دي هي مصر. لا، بنقول إن المحافظات السياحية عندنا بتنعم بالأمان وإن عدد السياح كبير موجود وبيشعروا بكل الأمان وبيمشوا في الشارع لحد الساعة 1 أو 2 بالليل. حقيقة أنا بشكرك على فكرة إقامة صالة رياضية في مدينة الغردقة، لأن ده هيساهم الحقيقة وهيساعد الدول إن هم ييجوا يعملوا فترات الإعداد بتاعتهم عندنا هنا. هي قرية أولمبية على مساحة 230 فدان إن شاء الله، تشمل جميع الرياضات، بحيث أي بطولة أو أي فرق عايزة تعمل فترة الإعداد أو المعسكرات بتاعتها، فنادقنا كتيرة موجودة ويبقى ناقص هو الملاعب. والجو عندنا طول السنة جو يعني نموذجي. احنا عارفين الفترة من شهر 10 لحد شهر 4 بتبقى السلوك في أوروبا وفي سواء أوروبا الغربية أو أوروبا الشرقية بتبقى عاملة ازاي. الحقيقة سيادة اللي هو مجهودك الحقيقة بالأمانة لما تصل النسبة إلى 10%، وأنا كنت متابع جيد لكلمتك جدا، إلى 65% الآن، فده جهد ونتاج عمل شاق من حضرتك ومن القائمين على هذه المحافظة. فعايز أعرف من حضرتك حجم الجهد الذي تم تنفيذه في هذا الشأن. والله خلي بالك هو مش جهد منفرد، هي كانت وزارة الخارجية كانت مساندة بشدة فيه، لأن في دول كتيرة كانت عاملة حظر وتحذير على رعاياها أنهم يجوا عندنا. وزارة السياحة احنا يعني كمحافظة البحر الأحمر والسادة المستثمرين، احنا يعني مش عايز اقول لك فترة شهر 9 و10 كان كم الجهد قد ايه، كم الدعوات اللي احنا بنوجهها لوسائل الإعلام الخارجية انها هي جينا هنا. لان انا وانت لو اتكلمنا في التلفزيون محدش هيصدقنا، هيقولوا بيجاملوا بلدهم. انما لما يجي، وحتى لما كانوا يخلصوا الجولة حد فيهم يجي يسألني اخبار الامن ايه، اقول له لا، ده انا اللي اسألك، انت بقالك 3 ايام هنا، الحالة الأمنية شكلها إيه؟ حضرتك سألت سؤال لكل الموجودين في الصالة، أنتم محتاجين قوانين استثنائية لضبط مدينة الغردقة. كل الناس تفاعلت مع حضرتك. الحمد لله، لأن كل شيء قد يكون هناك أماكن داخل جمهورية مصر العربية تحتاج فعلا إلى قوانين استثنائية لضبطها، ولكن أنا بقول المحافظة عندنا الحمد لله حالة الأمن مستقرة وجيدة للغاية. ولما بيبقى فيه قوانين استثنائية بالمناسبة يعني مردودها خارجي والأطراف الأخرى يعني بتلعب على هذا الوتر، يقولوا لا، طب احنا ازاي نودي مواطنينا محافظة البحر الأحمر وفيها هي قانون طوارئ؟ فده موضوع احنا بالمناسبة المسافة بيننا وبين القاهرة تتعدى 400 كيلو، فموضوع ان بيحصل أحداث هنا أو هنا، ولكن أنا بقول فضل ربنا علينا إن الحمد لله المحافظة بتنعم بالأمن والأمان. إحنا في النهاية بنشكر حضرتك على مجهودك الواضح في مدينة الغردقة، ومش في مدينة الغردقة بس، الحقيقة في محافظة البحر الأحمر كلها، وبنتمنى لك التوفيق وبنضم صوتنا لصوتك، وبنشكر رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة اللي حضرتك أثنيت على أدائهم، وكل الشعب المصري الحقيقة لامس دورهم العظيم في حماية مقدرات الشعب المصري. أنا بشكركم على تشريفكم وعلى نقل هذه البطولة علشان كل إخواتنا في مصر يعرفوا محافظة البحر الأحمر الحمد لله بتاخد كل الإجراءات علشان تجتذب السياحة، لأن ده يعني مورد هام من موارد الاقتصاد القومي، وانتوا عارفين ملايين بيعملوا في هذا المجال.
فده يعني ربنا يعيننا ويقوينا ونوصل لمعدلاتنا الطبيعيه في فتره وجيزه ان شاء الله. من نصر لنصر يا سياده اللواء احمد، وبالتوفيق ليك ولمحافظه البحر الاحمر ان شاء الله. شكر يا فندم، كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا فندم.